السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار طبعا في ناس بتكون إن هي عايزة تيجي تستثمر في أندونيسيا، تقول لي أنا عايز إني أفتح بيزنس مثلا، ولكن المشكلة إن أنا لما بروح السفارة الأندونيسية بيكونوا طالبين مني حساب بنكي، وأنا ما عنديش الحساب البنكي ده. بيكونوا طالبين حوالي 66 ألف دولار أو حاجة. يجي مثلا أقول له طب جرب إن أنت تروح لإيجنت مثلا ولا المكتب، يوم قايل لي لأ، انا المكتب بيطلب مني حوالي 2000 دولار او 3000 دولار. كل مكتب بيكون له سعر مختلف، وانا معيش المبلغ ده. انا عايز افتح بس حاجه بسيطه، عايز افتح محل بسيط. فالمهم يعني ذهنه بيوصل له، تفكيره بيوصله لانه طب ما انا ممكن اتجوز واحده اندونيسيه وافتح بيزنس باسمها وخلاص، يبقى انا كده ايه، اشتغلت، تحايلت على القانون واشتغلت. طيب، هو نظريا الكلام حلو وجميل وكويس وكل حاجه، بس عمليا غلط غلط غلط. ليه بقى؟ يعني خلينا بقى ناخده كده الموضوع واحده واحده، يعني خطوه خطوه كده. طبعا انا كنت شرحت قبل كده ان انت علشان تبقى مستثمر لازم ان انت يكون عندك فيزا مستثمر، عشان تشتغل لازم يكون عندك فيزا عمل. ما عندكش فيزا مستثمر او فيزا عمل، فهتبقى انت ممنوع من الحصول على دخل باي شكل من الاشكال حتى لو كنت متجوز. طب انت دلوقتي فتحت حاجه باسم زوجتك، محل مثلا او شركه، فالسجل التجاري والبطاقه الضريبيه واسم الشركه وايجار المكان وكل الاوراق بتتمضى باسم الزوجه، حتى حساب البنك بتاع الشركه الزوجه هي الوحيده اللي بتتحكم فيه. انت قدام القانون غير موجود، ولازم ده يحصل باذن من ضابط الجوازات نفسه. يعني قبل ما تعمل كده لازم ان انت تروح للجوازات وتقوم قايل لهم، او زوجتك تقول لهم طب انا دلوقتي هفتح مثلا محل كذا، او انا عندي بيزنس معين هفتحه، ينفع ان زوجي يساعدني؟ ممكن ان هو يسمح بكده، بس بشرط واحد، ان هو اللي ادالك الاذن. تاني حاجه هيقول لك ان انت تبقى جوكر. يعني ايه تبقى جوكر؟ يعني انت ولا شريك، لو مطعم مثلا، ولا شريك في المطعم، ولا شيف في المطعم، يعني مالكش جوب تايتل، مش موظف ومش شريك ومش مدير ومش صاحب مكان. انت جوكر. يعني ايه جوكر؟ يعني النهارده انت في الكاشير، بكره انت في المطبخ، بعد بكره انت بتنظف اللي واقف على البوابه. وراجل متجوز بينزل ساعتين بعد الظهر علشان يساعد مراته. فهي ضابط الجوازات ممكن، مش اكيد ومفيش قانون يجبره على كده، لازم ضابط الجوازات من نفسه يقول لك ممكن ان انت تنزل تساعد زوجتك. هل بتاخد مرتب على الكلام ده؟ لا. هل ليك ان انت تقول انا شريك والحاجه دي بتاعتي وانا من حقي ان انا اخد النص؟ لا. هل ليك ان انت تتكلم او ان انت تعمل صفقات او ان انت تتكلم باسم ان انت صاحب المكان؟ لا. انت يا دوب جوز صاحبة المكان. وصلت الفكرة؟ انت مش صاحب المكان، يعني الورق باسمها. الخطر بقى من اللي بيجي يتفرج على الفيديو ده مثلا ويقول لك انا كده خلاص عرفت المعلومه، يقوم متجوز واحده اندونيسيه ويفتح، تيجي الجوازات تقوم سحباه. ليه انا قلت لك تروح لضابط الجوازات هو اللي يسمح لك؟ عشان لما الجوازات تجي لك، واكيد هيجوا لك لان انت شكلك مختلف، يعني انت مش شبه الاندونيسيين. هيجوا لك لانك اجنبي. بيبقوا عارفين الاجانب قاعدين فين، هم مش نايمين على ودانهم، دي شغلتهم. لازم ان هو يبقى عارف كل اجنبي متواجد فين وبيعمل ايه. هيجي لك لان الناس شايفه ان ده المطعم الفلاني فيه فلان الفلاني من مصر شغال. ما هو انت اجنبي، ما انت فاكر ان انت هتندمج وسطهم وحطوه وسطهم؟ لا، انت مش حطوه وسطهم. انت هتبقى ماشي في الشارع، وارد ان انت تبقى ماشي في الشارع الناس تبقى عايزه تاخد تصور معاك لانك سائح، انت اجنبي بالنسبه لهم. فانت هتبقى كل الناس واخده بالها منك، يعني ما ينفعش ان انت تعمل حاجه من غير ما حد ياخد باله. فكده كده الجوازات هتجيلك. لازم ان يكون ظابط اللي سمح لك، عشان لما يجي يقول لك انت بتعمل ايه هنا، انا بساعد مراتي، مين اللي قال لك ان انت تقف هنا؟ فساعتها تقوم قايل له لا، ده الظابط فلان الفلاني انا استأذنت منه وهو سمح لي. فاهمني؟ غير كده بالنسبه للظابط نفسه، لما بيجي عليه تفتيش لازم ان هو يبقى عارف. يعني انت حط نفسك مكان الظابط، انت دلوقتي في الدايره بتاعتك او في المدينه بتاعتك في واحد هندي ولا باكستاني شغال في مصنع بتاع مراته، بس هو شغال جوه، واتقفش اتمسك وهو شغال جوه. هل انت هتدافع عنه؟ لا، مش هتدافع عنه، هو ما قالكش. انما لو كان قبل ما مراته تفتح المصنع او قبل ما يشتغل
ومراته جت وقالت انا عندي مصنع، هل ينفع جوزي يساعدني؟ وانت قلت لها ساعتها هتقوم قايل لهم انا اللي سمحت له، انا عارف ان فلان الفلاني موجود في المصنع الفلاني في الحته الفلانيه وانا سمحت له ان هو يشتغل. كله بقى بيفكر في ايه؟ طب ما انا ادخل على النت اشوف لي اي واحده اندونيسيه كده وهم غلابه وطيبين ومتدينين وهتبقى منقبه وحافظه قران وبتصلي الفجر ومهرها هيبقى قليل وهتبقى مطيعه، وافتح اي حاجه باسمها وشكرا. يجي بقى يكتشف ان الهانم مع اول مره كده حاول بس فكر ان هو يعلي صوته عليها، قالت له بقول لك ايه، البيت اللي انت قاعد فيه ده بيتي، والشركه اللي انت شغال فيها دي شركتي، والفلوس اللي في البنك دي فلوسي، عاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك مش هتطلع بره. بالادب كده. هو بقى بيتصدم، ما يعرفش، نسى ان انت قاعد في بيت العقد مكتوب باسم مين؟ باسمها هي، مش باسمك انت. قاعد في شركه ولا شغال في مصنع ولا في محل باسم مين؟ باسمها هي. قدام الحكومه هي اللي بتدفع الضرايب، هي اللي بتعمل كل حاجه، مش انت. هتيجي بقى تروح ترفع عليها قضيه ولا تبلغ البوليس، يبقى انت بتلبس نفسك في الحيطه. ليه؟ لان هيقولوا لك تعالى بقى، يعني انت شريك بقى في الموضوع ده، يعني انت اجنبي وشغال غير قانوني، طب تعالى بقى فين الضرايب اللي انت بتدفعها؟ انت ما دفعتش ضرايب. طب انت شغال من غير تصريح، ادي قضيه ثانيه. طب انت الاقامه اللي معاك ما بتسمحلكش بالعمل واشتغلت، ادي قضيه ثالثه. فانت مش هتعرف ان انت تثبت حقك. اللي بيعمل كده اللي بيكون اتجوز واحده اندونيسيه وعاش معاها 5 6 سنين وعاشرها وتاكد ان الست دي فعلا كويسه، وان هي بتحافظ على فلوسه، ان هي مش نصابه ولا حراميه، ان هي مش عايزه منه حاجه، ان هي وقت ما بتحصل مشكله في حدود ما بينهم، ساعتها يفتح لها محل واثنين وعشرة. ليه؟ لان هو عارف الست دي. فانت ما بلاش ان انت، ده غير طبعا حته ان انت عايز تتجوز واحده علشان تستغلها ان انت تاخد اقامه وان انت تشتغل. فناخد بالنا من الحته دي. ومعلش يعني انت لو هتتجوز واحده عربيه، لو قشايه مش هتكتبها لها باسمها. يعني اي راجل عربي لو حد قال له اكتب لمراتك شقه ولا اكتب لمراتك محل ولا اكتب، يقول لك لا اكتب ليه؟ عشان ايه؟ دي فلوسي، ده شغلي، ده مجهودي، ده انا اللي عملت، لا ما اكتب لهاش. ويبقى خايف يقول لك لا انا لو كتبت لها الشقه هتطردني. طب وانت بتثق في الاندونيسيه ليه؟ ما دي ست ودي ست، ما هو مفيش فرق بينهم. فرق بينهم بس ان دي مولوده في اندونيسيا ودي مولوده في الشرق الاوسط، دي مسلمه ودي مسلمه. فيهم اللي بيتقي ربنا وفيهم اللي نصابين، وزي في الدول العربيه فيهم اللي بيتقي ربنا وفيهم النصابين. ما انت ممكن تلاقي واحده في دوله عربيه تتجوزها وتكتب كل حاجه باسمها وهي ما تخونكش وتحافظ على فلوسك وتكترهم لك كمان، وتبقى اقتصاديه وست محترمه. في موجود، زي ما في رجاله محترمين ورجاله لا. فما تخليش ان الجنسيه هي او ان انت متخيل مثلا ان الاجانب دول معمولين من طينه تانية. لا والله، انت شفت الست وعاشرتها وتاكدت ان هي كويسه وضامنها وواثق فيها، ساعتها ممكن ان انت تعمل الخطوه دي، تروح لضابط الجوازات تستاذن منه سمح لك، تتكل على الله. انما ما تكونش لسه عارفها من على النت من شهرين وتقول لي انا هشتري بيت باسمها وهشتري حته ارض باسمها وهزرعها، مع اول مشكله هتطردك لانك ما تعرفهاش، انت ما شفتهاش حتى على الحقيقه. يعني انت اخدت قرار مثلا ان انت تتجوزها وتكتب باسمها وانت ما شفتهاش على الحقيقه. لو شفتها في الحقيقه، لو مشيت جنبك في الشارع مش هتعرفها. انت كل اللي بتشوفه على الفيديو. يا جماعه الفيديو فيه فلاتر. يعني انا عايز اعمل لكم فيديو على الحته دي. الناس دلوقتي الموبايلات كلها الكاميرات بيبقى فيها فلاتر، فانت ما تصدقش كل حاجه بتشوفها على النت. ومفيش حد هيوري لك حاجات وحشه على او اوحش حاجه فيه على النت. اللي هيجي على النت او بيكون بيتكلم اونلاين، خصوصا في الديتنج اونلاين، لما يكون حد مرتبط بيحاول انه يبين احسن حاجه عنده. فهي مش هتشوف انت الحقيقه الا لما تكون موجود على ارض الواقع في الحقيقه. خصوصا المعامله، انا ما بتكلمش على الشكل كمان، يعني الشكل ده قلت لكم بعمل لكم فيديو تاني عليه، بس انا بتكلم على المعامله بس. فلازم تاخدوا بالكم من النقطه دي، مهمه جدا. انا واقف مستخبي من الشتا، الدنيا كانت بتشتي، معرفش هي بطلت ولا لا. فتقريبا بطلت، الشمس بدات تطلع اهي والارض نشفت ورايا. فخلي بالكم من النقطه دي يا جماعه. معلش انا طولت عليكم، بس ده موضوع مهم جدا جدا، لان في ناس شايفه ان الموضوع بسيط، ان انا كده هدخل على النت اعمل سيرش على بنات اندونيسيا هلاقي اي واحده اتجوزها، اروح افتح
محل باسمها وشكرا، دي الحياه سهله وبسيطه. لا يعني نحكم عقلنا شويه. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناه تشترك، وما تنسوش اللايك والشير لان دي اهم حاجه. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.